البريكين باد وحده من اهم السيريات اللي دازو في التاريخ بطبيعه الحال وبلا غرام الشك احسن سيريه بسيطه في الوجود واللي الميساج ديالها غادي يبقى غادي وكيتزرع مع الوقت. داكشي علاش بريكين باد حقق رقم عالمي في موسوعه غينيس كاكثر سيريه عجبت النقاد ديالها. دونك شنو الحاجه اللي مهمه بزاف في البريكين باد؟ شنو السر مورا هاد الشهره كامله؟ شنو البريكين باد باغي يوصلنا على العالم اللي عايشين فيه؟ والاهم من هاد الشيء شنو كيقول لنا البريكين باد على راسنا؟ في الحقيقه البريكين باد راه كبر من هاد الشيء اللي كتشوفوا بزاف. بريكين باد كيقيس فواحد الميساج اللي ولا كيعنينا بشكل كبير الاكثريه في هذا العصر. قصه كتبدا بالحياه ديال والتر وايت كتدمر قدام عينيه. والتر حاصل وسط الحياه المعاصره، حاصل وسط الزواج بالحب، حاصل وسط وظيفه ديال التعليم، حاصل اقتصاديا مع دوك شويه الفلوس اللي عنده، خدام خدمه اخرى في الجنب غير باش يلاه يقدر يخلص الفواتير ديالو ويسرفايف في هذا العالم. اي واحد في حياته كيشوف على شكون هو بغى ما عنده حتى شي قيمه. ما هادشي راه ما كانش ديما، حيت هو استاذ ديال الشيمي. والتر ربح واحد الجائزه ديال التصوير الشعاعي النووي واللي تعطات ليه كتقدير الابحاث اللي دار اللي كتستاهل ربح كبيره. من بعد ما تخرج من الجامعه بنقطه مزيانه مشى باش يبني واحد الشركه كبيره ناجحه كتسمى جراي ماتر تكنولوجي، كيولي الشريك ديال صاحبته الذكيه والمحترمه جريتش. فهاد الوقيته والتر وايت كان عنده كلشي، احترام، فلوس، الحب وقدرات عاليه باش يزيد. مي هادشي كاملو ولا غير ذكرى عابره في الدماغ. مع والتر وايت دابا كيعيش حياه عامره بالندمه. في السيزون الخامسه الحلقه 6 والتر وايت كيعاود للجيسي على اكثر حاجه مكرهها، كيعاود للجيسي على الوقيته فاش كان الشريك ديال جريتش في اكبر شركه دابا. بعد ما تفرق مع والتر قرر يخلي الشركه ويبيع الحصه ديالو بواحد الثمن طايح اللي هو $5000. $5000 بالنسبه لهم راه ماشي شي حاجه اللي كبيره. من بعد ما خلى الشركه كيقول للجيسي بلي الشركه دابا كتسوى 2.19 بليون دولار، كيقول بلي كل سيمانه كيشوف القيمه ديال الشركه. بعد ما خلى الشركه مشى يخدم في واحد المختبر الابحاث وتماك فاش يتلاقى بسكايلر في واحد العشاء تما يحتفلوا بولدهم الاول يشريو دارهم الاولى. مي في هذا الوقيته والت مازال الطموح ديالو طالع، كيفكر في حوايج كبار وكيفاش يحقق راسو من جديد. داكشي علاش يقول لمرتو سكايلر بلي خصهم دار كبر وياخذوا الريسك اكثر باش يعيشوا فوق القدرات ديالهم، حيت متاكد من راسو بلي يزيد للقدام. بطبيعه الحال هذا الحلم غيبقى غير حلم. المسيره ديال والتر ما تبدلاتش كاع وبقى غير استاذ الشيمي. ملي كيجلس كيقري دوك التلاميذ اللي كيشوفوا القوانين الاساسيه ديال الشيمي عام مورا عام الاحساس ديال والتر براسو كيتفقد. ما عمرو وصل للماكس ديالو، عائلته ما كتحترموش، المشروع القديم ديالو ولا فيتو بدرجات، الحاله الماديه ديالو مدمره. باش نجمعوا هذا الشيء كامل والتر في الفحص ديالو كيلقى راسو في 16 الثالث ديال سرطان الرئه، واللي كيجي مع بزاف ديال الدويات اللي كافيه وكثر باش تحسقوا تماما هو وعائلته. هذا الشيء اللي كيدي لواحد من اهم اللحظات في السيريه، ولا ياخذ بعض الحوارات اللي كتبين ليه شحال هاد الشركات الادويه كيستنسفوا المواطنين وكيحققوا الارباح ديالهم من المعاناه ديال الناس، لدرجه كيطلعوا الاثمنه لواحد الدرجه نتاع استاذ واخد تعليم عالي خدام جوج خدامي كيواجه الواقع ديالو يقدر يرجع للزيرو، الواقع ديالو يموت وما يخلي حتى حاجه لعائلته ولا بسميتو. وهذا الشيء غير باش يخلصوا الطمع الكبير ديال هاد الشركات. ولهذا السبب والتر وايت كيتحط في هذا اللغز اللي كيخلع. في البيزنس الفلوس كتساوي القيمه، الثروه ديال كل عضو كتمثل في القيمه اللي قادر يعطيها للمجتمع. من القضيه كتوصل للمخدرات اللي كتعتق الحياه الناس، واش نفس المعايير كتبقى؟ هذا بالضبط السؤال اللي البريكين باد كيجاوب عليه. وداكشي علاش الموسم الاول ما قدروش ينتجوه في وقيته احسن. بريكين باد صدر في 2008 نفس العام فاش وقعت الازمه الاقتصاديه، من الابناك نزلوا والتضخم طلع بشكل كبير. الناس اللي خلصوا الثمن ديال هذا الشيء هما الناس اللي خدامين في خدامه عاديه على طرف الخبز عبر التسيير الكمي طابع الاموال والتضخم، وفي نفس الوقت الركود ديال الاجور. وهذا الشيء اللي كيمثل والتر وايت كفرد مقهور في متوسط العمر. والت مقموع خدام كالروب وما كيتخلصش مزيان، ما كيقدرش يتحمل المصاريف ديال الطبيب، مصاريف ديال العائله. وهذا الشيء في الوقيته اللي الناس اللي في الطوب مختلفين. والتر ما قادرش يتحمل التكلفه اللي توفر له عيشه كريمه بالمعايير الانسانيه، غارق وسط الموت بلا حتى شي مدخرات، عايش وسط حياه كئيبه وحداني بشهوره قليله يعيشها. والت بدا في هذه اللحظه كيطرمل الهاويه. هذا الشيء كله غير المقادير ديال واحد التغيير كان خاصو يوقع، حيت حتى حاجه ما بقات كتهم. دابا عائلته ما مسوقاش ليه، صحابو كيشوفوا فيه ديك الشوفه الشفقه، الموت ديالو محتوم. في هذه اللحظه حتى حاجه ما بقات لوالتر باش يخسرها. القصه ديال والتر وايت هي القصه ديال واحد التغيير نحو الانحراف. في الواقع والتر وايت كيمثل واحد الواقع اللي خصو يتهضر عليه، الفكره اللي سماو عليها الظل المظلم في النفس. البدايه في السيري كنشوفوا الشخصيه العمليه ديال والتر وايت، راجل عادي على حال يجيب التقاعد. مي السبب علاش هو نورمال حيت عمرو تحت في ظروف ما مولفش ليها وغير اعتياديه. مي دابا منين والتر كيواجه العاقبه اللي ما يقدرش يتفاداها، والتر قرر يتخذ قرارات اللي ماشي نورمال بالنسبه للحياه ديالو. هنا والتر يبدا المسيره ديالو في العالم ديال الميت والقتيله. وكاع هاد القصه اللي عاودت عليها دابا ضروري باش تفهم المعزل العميق مورا البريكين باد، حيت التغيير اللي يوقع لوالتر وايت خلال هاد السيريه هو انذار بلي اي فرد من المجتمع يقدر يولي خايب الا تعطات ليه الظروف المناسبه. دابا انت كتفرج فيا في اي لحظه تقدر تكون بحال والتر وايت، تقدر بكل سهوله تولي الوحش اللي انت كتكره. وهذا الشيء راه توثق في العالم الحقيقي بزاف د المرات. واحد من اشهر الامثله بحال هذا الشيء الكتاب اللي كيتسمى الاورديناري مان، كيعني الرجل العادي. كيهضر على البوليس الالماني في الحرب العالميه الثانيه. هاد البوليس صيفطوهم لبولندا وسط الحرب، كيقربوا الملاعب للناس، كيصيفطوهم في التيرانات. فاش هاد البوليس يديروا اكبت وافظع الجرائم اللي تقدر تتخيل، كان البلان خايب لدرجه
جات البوليس مرضوا جسديا بداك الشيء اللي كان خصهم يديروه، والبارتيه المكبته في هذا الشيء كامل هي كان عندهم الاختيار باش ما يديروش، ما كانش مفروض عليهم يديروا حتى شي حاجه من هذا الشيء، مي واخا هكاك اختاروا يديروه. كتاب كيلخص لك كيفاش الخطوات باش تسالي في هذه الشخصيه الخايبه خطوه بخطوه، كيبين لك بحالاش هاد البلانات بحال اللي وقعوا في الحرب العالميه الثانيه ما غاديش يكونوا غير حوادث تاريخيه، مي في الحقيقه خصنا نفهموا الطريقه اللي كتدير لهذا التغيير، حيت هاد الكباتة اللي عاشوا اللي وقعت قطره بقطره في كل مره، واللي في الحاله ديال البريكين باد خصنا نفهموا القصه كامله ديال والت باش نفهموا الواقع بلين اي واحد فينا يقدر يولي امبراطور المخدرات الا تعطات ليه الظروف الصحيحه. اول خطوه لوالت في عالم المخدرات هي منين خوف القانون هانك اللي خدام مع مكافحه المخدرات DEA عرض عليه يمشي معاه لواحد المهمه، تما كيشوف واحد من التلاميذ القدام ديالو جيسي بينكمان كيهرب من مسرح الجريمه، وحيتاش كيعرف جيسي وفي نفس الوقت باغي طريقه سريعه باش يربح الفلوس، والتر كيعرض عليه يقادو الميت بجوج. الشركه تكون والت هو اللي مكلف بالطياب وجيسي يتكلف بالبيع، يستعملوا نقاط القوه بعضياتهم باش يجيبوا فلوس سريعه. من بعد شويه الاقناع خوتنا ولاو خدامين على الشحنه الاولى ديالهم. هذه الخطوه الاولى ديال والت العالم الانحراف. والت كيرفض اي مساعده من الشركاء ديالو القدام، هادشي كامل غير باش يربح هاد الفلوس كامله والاحترام اللي ما كانش عنده قبل ما يموت. من فهاد الوقيته والت مازال ظريف وبان شحال هو مكلخ في العالم ديال الاجرام، كيشوف المجرمين بحال الناس عاديه بعقلها، يقدر يهضر معاه بالاحترام، مي هادشي ما كيطولش بزاف. من بعد ما جيسي دار صفقه مع كريزي ايت رصدو مهدد باش يقتلوهم ويسرق الوصفه ديالهم، باش يمنعوا هاد الكابوس اللي تحطوا فيه. والت صنع واحد الغاز مسموم باش يهرب، مي بشي طريقه كريزي ايت منع من الغاز. دابا والت ولا بالسيف منه يواجه اول تغيير اخلاقي في حياته. اش من اختيار يكون عندك في هاد الحاله؟ عندك بزنس كبير باغي يقتلك وغادي يقتلك، دونك كاين احتمال واحد والت وجيسي غادي يقلبوا السنت، ودابا ولا مفروض عليه يقتل البزنس. كيف ما كتوقعوا هاد اللحظات دمرت الروح ديال والتر وايت والتحول لنفس المظلمه جايه في الطريق، حيت ماشي غير كيطيب الميت ومتورط في الموت ديال كريزي ايت، مي والت ديما غايب، ديما كيكذب على عائلته، كيخبي عليهم السرطان ديالو، علاقته مع جيسي واي حاجه كيدير. كاع هاد الكذوب والافعال كتاثر على الفلتر الاخلاقي ديالو، وهذا الشيء بالضبط اللي باغي يتجنبو. الكذوب ديالو دمروا العائله ديالو بالعذاب النفسي اللي جابوا له الموت ديال كريزي ايت، الحمل اللي ولا ثقيل بزاف. دونك هنا قرر والت يحبس هاد الجنون الخيال، واقيلا خصو يتقبل المصير ديالو كشارف واستاذ عادي يموت بالسرطان. دونك تجاه العرض ديال جيسي باش يكملوا بجوج ورجع لحياته العاديه. مي هذه ضربه قاصحه للايغو والغرور اللي فيه، رجع لديك الحياه الحامضه اللي كان بكاع الوسائل كيحاول يهرب منها، رجع من جديد يولي ما عندوش التحكم، يرجع غير مستهلك من جديد. مع هذا الاحساس والفلوس اللي جايين من الطياب الاخر ما قدرش يتحمل حتى يرجع من جديد للعالم السفلي. دونك والت وجيسي رجعوا كيطيبوا بجوج من بعد ما جيسي لقى موزع جديد، واحد البسيكوبات مسطي ديال بصح معروف بسميت توكو. من بعد ما جيسي مشى عنده باش يبيع الشحنه الاولى، توكو كيسرق داكشي وكينزل عليه بالدق بلا ما يخلصوا حتى ريال. دونك شنو اللي خلى هذا القرار الواعي باش يرجع عنده والت لتماك ويكمل العمليه؟ ومن الفوق كيقول لتوكو بلي باغي فلوس زياده كاعتذار على داكشي اللي دار لجيسي. بعد ما توكو ضحك وهدد فيه، والت كيدمر العماره كامله، وهذه هي اللحظه فاش كنشوفوا راجل عادي اللي كنشوفوه في حياتنا عاديه داخل وسط الظلام ديالو، كيخرج غير ديك العدوانيه القمع اللي فيه من الداخل، وكيولي اخيرا شخص كيتحترم بالموت اللي كتضرب في الخلفيه والحياه اللي ما مشبعاش كتسناه. شنو قدر ينزل الجانب المظلم فيه الحقيقه بالشخصيه المعروفه هايزنبرغ. هاد الشخصيه خرجت من كاع داكشي اللي دوز في حياته، كاع التضحيات اللي دار براسو باش الناس تبغيه، كاع داك التنمر، الضحكات، السفر، كاع الواجهات. كيشوف الافكار ديال البيزنس ديالو تسرقات منه، كيشوف ناس اخرين كياخذوا التقدير على ظهر العبقريه ديالو بلا حتى حاجه غاديه هي هذيك في طريقه. الغالبيه ديال الحياه ديال والتر كان شخص سكوتي وصبار، وشحال من واحد فينا كيسحب له راس الصفات مزيانين، حيت والتر وايت كيخلط ما بين ما ديرش الضرر والاخلاقيات. ماشي غير حيت ما تقدرش دير الضرر كيعني هذا الشيء راك انسان خلوق، واللي بالضبط ولينا كنشوفوه في البريكين باد، كيبين لنا بالضبط الناس الظريفه اللي ما كتاديش كيفاش كتعامل مع الحمير ديال العالم. وهذا الشيء بالضبط اللي كنشوفوه مع والت، ديما خصو يكذب، ديما كيشطح دوك اللي معاه كل مره بطريقه لدرجه كيخبي المرض ديالو على العائله ديالو بسبب الخوف. والت كيدير هذا الشيء كامل غير باش يتجنب النقاشات. في العالم السفلي والت كياخذ القناع ديال هايزنبرغ اللي كيخليه يولي الراجل اللي عمرو كانوا، التستوستيرون ديالو كيطلع، التصرفات ديالو تبدلات، حيت والت دابا ولا راجل جديد، راجل عنده مهمه، راجل كيكسب الاحترام. والتر وايت كيولي واحد الراجل اللي تيق في كلامه وما كيترددش، واللي ما كيحن في حتى شي واحد، وكياخذ داكشي اللي بغاو كيقول لي بغا، حيت اخيرا والت خرج للانحراف. العلامه الاولى نتاع الجانب المظلم كيفاش كيبان في الحياه ديال والت، كيبان في الحوار ديالو مع غريتشن. نيو والت كيخرج كاع داك الغضب المقموع في الداخل ديالو، كيبدل داك الوجه الظريف اللي كانوا مولفين يشوفوه به، كيرفض بلي لعبات شي دور في حياته جات منين زعق عليه بطريقه خايبه باش تخليه بوحده. واحد اللقطه بحال هذه والت قاصح مع واحد من التلاميذ الفاشل اللي عنده، كيقول ليه بلي الفشل هو الفشل، وبلي هو ما مسوقش العواقب ديال الفشل ديالو. وفي العالم السفلي والت مركز مع اي فرصه باش ما يزكل حتى حاجه ويحقق الماكس ديال الربح الممكن. مثلا فاش تسمع الخبر ديال جيسي بلين هو اللي قتل شي كليان حاولوا يشفروه بطريقه عدوانيه، والت كيستغل هذا البلان باش تكبر القوه ديالو ويحكمها اكثر. وبان هذا الشيء فاش والت كان مستعد يقتل بادجر في الحبس من بعد الاغتيال
الصراع ديال المحامي ديالو، كيسلطوا الضوء على الهويه الجديده اللي ولات متحكمه في الدماغيه ديالو. النزول ديال والتر الجانب المظلم ديالو هو نفس الجانب اللي ديجا تدوى عليه في الكتاب ديال اوردينري مان. في هذا الكتاب اللي الكاتب كيبين فيه بلي في اي مجتمع في كاع التقاليد والاديان والعصور الناس ديما تبع التقدم. في اي مجتمع الغالبيه ديال الناس يتصرفوا بطريقه قبيحه، يكونوا خايبين، يقدروا يتونجاجوا في خدايم خايبه، وهذا الشيء كامل غير من اجل التقدم. الكتاب كيلخص ما بين 85 حتى 90% ديال الناس اللي الا تعطات لهم المكانه يديروا تصرفات واخا تكون قتيله باش تستمر الفكره ديال التطور. الكتاب هذه الفكره كتجي ملي كيسيروا القرطاس على المدنيين ما مسلحينش باش ياكدوا التقدم ديال الجيش الالماني. مي هذا المثال ماشي غير شي مثال اللي شاد بزاف، بعض التجارب تدارت في ستان اللي كتقول بان الاغلبيه ديال الناس يقدروا يديروا اضرار جسديه على ناس اخرين الا شافوا بلي هذا الشيء يجي بالامان الا تبعوا الاوامر الصحيحه. Wrong. Answer is neck. 300 volts. I absolutely refuse to answer anymore. Get me out of here. You can't hold me here. Get me out. Get me out of here. Continue. The next word is green, please. Green. Grass, hat, ink, apple. الناس القليله اللي ما دارتش هاد البلانات هما الناس اللي يقدروا يدمجوا ما بين الشخصيه ديالهم والظل ديالهم باش يكونوا انسان ناضج. دونك الا استعملنا هاد المعرفه، الفكره ديال والت كيدمر كاع الاخلاقيات اللي كان عارف ولات كتتضح اكثر واكثر. في هاد اللحظه السريه جيسي هاز الهم من القتيله اللي وقعات، وزيد عليها دوك اللي شاهدين الموت كيزيدوا يكبروا الموضوع، والسمعه ديالو كتطلع بلي كان داخل في القتيله. هاد جوج حوايج مجموعين كيخليو جيسي في واحد الضغط اللي ما قدرش يتحملو. دونك من بعد ما تزعط بوحده مبليه كانت جارته، جيسي ولا غارق في الدوامه ديال المخدرات. وفي نفس الوقت المحامي ديالهم سول جودمان كيجيب لهم موزع جديد للمنتوج ديالهم. هاد المره الموزع هو الراجل المعروف بالكالم ديالو اللي كيتسمى غاس فرينك. مي هاد غاس ما كانش كيخدم مع اي زوها، كان هو نيفو عالي. وهذا الشيء اللي شاف العلاقه ما بين جيسي ووالتر بلين جيسي غير واحد الشمكار وما يقدرش هو يثق في شي واحد اللي مدمن على المخدرات. مي والتر قدر يقنع غاس، وهنا خصو يصيفط ليه البرودوي في واحد الوقت محدد، حيت الا قدر يوصلوا في ذاك الوقت والتر يدير فلوس اللي عمرو حلم بها في حياته كامله. مي في هاد الوقيته جيسي غادي وكيغرق في البليه، طايح في واحد الدوامه ما كتساليش، هو وصاحبته اللي خلاته يبعد على البيزنس العالم الاخر بعيد على الحقيقه، لدرجه بغات تهرب مع جيسي وتزل على الخطه ديال والتر. وهنا تفرض عليه يتكلف بالبلان الراس. واحد الليله منين دخل والتر على جيسي لقاهم طايحين كاوم بعد واحد الجرعه خداوه، كيشوف صاحب جيسي كتخنق قدامه وكثرت الجرعه الزايده، وزيد عليها هذا الشيء الدري والتر وايت ايد زاد في ديك الوقيته بالضبط. السيتياسيون هي بالضبط اللوحه اللي كترسم الشخصيه الحقيقه ديال والتر وايت، واش كيتسوق للحياه اكثر ديال عائلته ولا جين، ولا هو همه اكثر البيزنس والدولار. الجواب كيترسم في الوجه ديال والتر ملي ما دار حتى شي حركه باش يغير هاد الجوج. المود ديال جين كياكد الموز ديال الشخصيه القديمه ديال والتر وايت، حيت في هاد اللحظه وشنو المعنى ما كاين حتى شي مخرج اخر، والمسمار تغرس مزيان. من هاد اللحظه نمشيو لوحده من احسن اللحظات في السيريا، حيت هاد البارتيه الجايه كتبين الجانب المظلم ديال والتر وايت كامل. بعد الاتفاق ديال والتر وغاس، الجانب المظلم ديال والت كيضربوا فيه غاس بهضرته وكيزيد ياكد عليه. لاحظ المهارات ديالو شنو يقدر يدير. هاد الملاحظه اللي كانت ناقصه في الحياه ديال والت كيتسنى غير شي واحد يمدح الخدمه ديالو، وهذا الشيء اللي عطاه غاس بالضبط، اللي عرض على والت 3 مليون ديال الدولار في 3 شهور من الخدمه. من السؤال الحقيقي شكون هو غاس؟ شنو الشخصيه اللي كتمثل غاس فرينك؟ في النظر ديالي كيبان ليا غاس هو داك الشخص البارد اللي كيمثل الشركات الجيعانه. مي غاس ما كانش كيدير دوايات حلال قانونيا، الستركتور ديال الشركه ديالو بحال تشكيله الشركات الجيعانه الكبيره. داكشي علاش غاس بالضبط التعامل معاه صعب من التعامل مع هاد المجرمين اللي دويت عليهم قبل. الراسماليه اللي تطلقات علينا واللي داتنا الاكفس عالم نقدروا نعيشوا فيه، وغاس كيمثل هاد الايديولوجيا ملي كتولي حتى حاجه ما كتهم اكثر من الارباح تكون طالعه للماكس. باش تحقق هاد الارباح خصك تكون اضرب شخص ممكن تكون مزور وعندك وجوه كثيره، تكون ما كطرح حتى واحد، ملي ما كتبقاش شي انسانيه لداخل من غير الطمع الخالص. وهذا الشيء الفساد كامل اللي كيدور في البريكين باد كيمثل الحقيقه. ملي كيوليو دوك اللي خصهم ينظموا البلاد كيلعبوا المونوبولي مع غاس، وهما راه كيتخلصوا اصلا من غاس والدي اي قراب لبعضياتهم. هذا الشيء حيت باش تبني امبراطوريه كبيره اللي كتغدى على المعاناه ديال ملايين الناس، الدويات الكيماويه، الادمان، خصك ضروري يكون عندك واحد الوجه ظريف وخالي من المشاعر باش تبقى وسط اللعبه. وهذا الشيء بالضبط اللي خلى والتر وايت يولي ملك ديال المخدرات من الاول. النظام اللي كان كيهددو بالسلطه، النظام اللي كيهدد استاذ بتعليم عالي، وهذا الشيء غير بسبب الطمع. مستحيان غاس غير اجون ديالهم، هو غير موديل ديال البشري، كيقدم الخدامه والحمايه لبزاف الناس. مي راس الخطوه غاس كيدير هذا الشيء غير حيت هما كيف ما كيقولوا باست فور بيزنس. وداك الشيء على السيريه ديما كتبين الترابط ما بين الشخصيه الظريفه والظلام البارد اللي في شخصيته الثانيه. باش ياكدوا على هذا الانفصام كنشوفوا الابتسامه الصفراء ديالو اللي ما كتوصلش للعينين، الصوره اللي كتخلي بنادم يرتاح ليه باش الخدمه تدوز السلامات، واللي موراها اساس واحد هو الربح. هو تقريبا نفس النظام الكلباني اللي حاكم الاقتصاد
الاقتصاد ديالنا. وحاجه اخرى الميس راه غير مجرد مخدر اخر اللي كيسمك العرق المسؤول على الابداع، حيت اغلبيه المنشطات الليغال كافيين المشروبات الطاقيه المنشطات الفياغرا واللي هي بحد ذاتها راه ميت بشكل اخر. دونك في التالي شنو هو الفرق الاخلاقي ما بين الشركات الجيعانه والامبراطوريه ديال الغاز؟ ما كاين حتى شي فرق بالنسبه للدمار اللي خلاوه في المجتمع. اهم حاجه رقم واحد بالنسبه للغاز هو الربح. المستهلك ولا الموظفين ديما التاليين، داكشي علاش القلب الميت والرحمه ما كايناش في العين ماشي بالضروره مربوطه بالمخدرات مي بالبيزنس اللي موراه. غاز كيبين الخطوره ديال هذا الفكر الليبرالي. منين غاز يوري لوالتر المختبر الجديد فاش يبقاو يطيبوا كيبان بحال شي نجاح كبير لوالتر. المختبر منقح ونقيو فيه جميع الوسائل، حيت غاز كيتعامل مع الميت بحال اي برودوي ولا مشروع. الميت غير واحد الانفستيسمون اخر. هاد الشركه المقشره كتخبي مزيان الاضرار ديال الاستعمال ديال البرودوي، تقريبا بحال والتر رجع المشروع القديم ديالو. وفي كاع السيريه غاز كيبقى يلعب بالدماغ ديال والتر وكيدق عليه في الجانب المظلم ديالو، فاهم مزيان الشخصيه ديال والتر وكيفاش غادي يغرق في الظلام ديالو. وهنا باش يهزو خلاه يولي موظف بدوام كامل. لعب والتر وايت وكان كيستعمل الظلام ديالو والبسيكولوجيا ديالو الضوء. ملي كيقول والتر بلي الراجل الحقيقي هو اللي كيقدم لعائلته، بلي الراجل الحقيقي كيدير هادشي واخا ما يكونش كيتلقى عليه الاحترام والتقدير. كياكد لوالتر بلي الراجل هو اللي خصو يكون، بلي والتر يقدر يكون داك الراجل اللي يعيش عائلته احسن عيشه. غاز لقى سلاح قاصح باش يضرب به والتر، حيت كيبان بلي والتر محفز بسبب عائلته، بلي الجانب المظلم ديالو كيستعملو غير مهرب باش يسورفايفي. مي الصراحه والتر ما كيقدرش ينكر الواقع بلي هادشي غرق في الداخل ديالو مزيان. هو عارف بلي ما يقدرش يتهرب من الخدايم اللي دار، عارف بلي كيخسر عائلته كيخسر المبادئ ديالو اكثر منهم كيخسر راسو. دونك باش يهني راسو من هذا الاحساس قرر يسالي حياته قبل ما تخرج الامور على السيطره، حيت ولات حياته كتهرب عليه لحد الان. والتر كيشرح هذه مزيان في الحلقه ديال الدبانه ملي كيقول لجيسي بلين كانت عنده احسن فرصه باش يموت ويكون البطل ديال عائلته، مي دابا يموت هو داك الشماس هاد العائله بحال كاع الرجال العاديين في المانيا اللي كانوا كيشربوا حتى كيموتوا بجرعه زايده، اللي كاينوا كينتحروا من بعد ما داروا بزاف د الجرائم. حيت شو بحال اي انسان عادي كل ما كان الجانب ديالك المظلم متطرف كل ما كيزيد داك الالام ديال الداخل كيشدك مزيان. واخا هكاك هاد الناس بحال والتر كيكملوا الخدايم ديالهم. وشفنا هاد الجانب مره اخرى في السيريه، مثلا شفنا هاد البلان في التصرفات ديال والتر ملي قتل دوك الناس اللي قتلوا توماس. واخا هاد القتيل نقدروا نقولوا بمبرر اللي هو قتلوا دري صغير، جرى الجانب المظلم ديالو اللي متحمل ديك الحقره واللي خلاته يدير هاد الفعل. وهذا الشيء كيحل كاع داك الخوف اللي كان قبل من القتيل. داك الشيء علاش القتيله ديال الطباخ اللي كان معاه واللي كان بريء تدار بلا تردد. التغيير الاخلاقي بدا كيبان تقريبا في السيزون الرابع في الحلقه التاسعه، من بعد كاع هاد الكذوب والمضاربات مع الجيسي، من بعد كاع التلاعبات ودابا حياته مهدده من غاز. والتر ما قدرش يصبر حتى كيتدمر ليه عقله من جديد، وكيعترف بلي الاغلاط ديالو عاد بدا الاثر ديالها كيبان، حيت الافعال ديالو الجانب المظلم الشخصيه ديالو دا البلاصه خايبه بزاف على فين كان قبل. من بعد ما غاز عاود اكد على التهديدات ديالو، ديما كيستعمل القوه ضد اي واحد كيعترض طريقه، كيمثل الذوبان ديال الماسك الضرافات اللي كيعطيه. ملي كنشوفوا غاز الحقيقي راجل ولا شركه اللي يقدر يحيد اي واحد كيجي في طريقه ما حدو رابح من القضيه. داك الماسك ديال غاز غير واحد الخليه رطبه فيه، كيف ما كاع دوك الشركات الجيعانه كتوكل المجتمع من الحزاق المسموم ديالها، ملي ما كيبقاش هادشي مربحهم الابتسامه الصفراء كتبدا تحيد من الوجه. الدي اي في القضيه ديال غاز حرب ما بين الكارتيل. منين عرف والتر بلي هو الضحيه الجايه لغاز، الجانب المظلم غلب عليه كليا باش يبقى حي في هاد المهزله. كنشوفوا هادشي منين والتر وايت سمم دري صغير باش يخلي جيسي يرجع لجيتو، عرض جيرانو للخطر، وفي التالي فجر بيت في السبيطار غير باش يقتل غاز. والتر نزل بزاف في الشخصيه المظلمه ديالو لواحد الدرجه فاش ولا مستعد يسالي حياه ناس ابرياء في داك السبيطار باش يضمن حياتهم ومصلحته. في هاد اللحظه شكون الراجل اللي يخلعو؟ عطينا جانب زوين. شنو كان كيمثل والتر؟ وحش كبير، وفي نفس الوقت كاس كيبينوه معلم بجوج الوجوه، الجانب الظريف اللي كيمثل الضوء والجانب ديال الدمار اللي كيمثل الظلام. هاد التفاصيل حكمات بالضبط الشخصيات ديالو وبينات الفاس الصحيح وشحال الهندسه ديالهم تقدر تدمر اي حاجه في العالم الحقيقي. هادشي كامل يدينا للبارتيه التاليه من المسلسل. بعد الموت ديال كاس والتر بلا شك خرج للانحراف، ما بقاش معروف بلي هو داك الراجل اللي في الخمسينات استاذ عادي. والتر دابا كيسرد الشخصيه ديال كاس باش تغلاض القوه ديالو مزيان، ولا والتر دابا هو مول البيزنس، ولا كيبان بالحركات ديال الجسم ديالو والتصرفات ديالو. هادشي كامل عائلته كتزلع في الخلفيه. مي هادشي ما بقاش كيهم. النقطه البدئيه في هذه المهمه هي ذكرى عابره وصف، حيت الرغبات المقموعه ديال والتر، المعتقدات المقموعه ديالو اخيرا خواها وحققها. والتر اخيرا ولا هو اللي متحكم، جاب الملايين، ربح الاحترام والتقدير على العبقريه ديالو، والاهم من هادشي كامل ولا بنادم كيتخلعوا منه الناس. الراجل اللي كنشوفوه دابا بالكوستيم ماشي هو والتر ديال دابا، لدرجه جاتو الفرصه باش يبيع الامبراطوريه ديالو ب5 مليون ديال الدولار، مي هادشي ما خلاش يقتنع. وهنا ملي كيقول لجيسي بلين هو مابقاش غير في المشروع ديال الميت، مي بلين هو كيبني الامبراطوريه الكبيره ديالو، حيت دابا خدمتو البيزنس ديالو حطو في نفس الرتبه ديال هذوك الناس اللي ما كيحملهمش، ومن الفوق ما بقاش عنده حتى حاجه اخرى علاش يرجع. عائلته وصحابو غايبين عليه، الهويه ديالو القديمه ما بقاش عندها وجود. والتر وايت ما بقاش كيعيش حياه مقموعه مظلمه. والتر وايت دابا هو
الظلام بعينيه. داكشي علاش هو قادر يتجاهل شي حوايج اللي كانت تدمرو من قبل، مثلا الدري الصغير اللي تقتل في المهمه ديال التران، حيتاش بحال غاس والتر كيهمو غير شنو احسن حاجه في مصلحته كيف ما كانت التضحيات. بحال غاس والت كيحيد الموظفين ديالو بلا ما يخمم، والت داز على الرجال دمايك كاملين. وحده من التجارب اللي تداروا في ستان اللي ذكرت قبيله كيقولوا بلي 80% ديال الناس يقدروا يدوزوا ناس اخرين بعذاب واصل حتى الموت لمصلحتهم الشخصيه. هاد الناس كانوا كيسمعوا الغواص والحر اللي كيدوزوا منه، واخا هكا كانوا كيزيدوا الضغط عليهم بلا حتى شي عاطفه. السبب الوحيد علاش غير حيتاش يكونوا حسن الا داروه. دونك منين والتر كيشوف برا ديال الشرجم ديالو يقدر يحيد اي احساس بالندمه، وبلي الخديم اللي دار راه احسن حاجه في مصلحته. مي مع الكونسير ديالو كيرجعوا اللي كيفكروا بحياته اللي هتسالي عن قريب، والت بدا كيستوعب بلي الجانب المظلم ديالو راه غير كيرد حياته وكفس. الناس القراب ليه ما كيحملوهش، جيسي خايف منه، ما عنده حتى شي واحد من غير راسو باش يبين ليه الايغو ديالو. دونك والت اخيرا اختار يخلي الامبراطوريه ديالو موراه. فاش فهم اخيرا المعنى ديال العلاقات اللي خسر فاش مشى في هاد الطريق، من بعد ما رجع لشي شويه ديال النورمال ودوك المحاولات باش يرد شويه من بزاف، الخدايم ديال والتر وايت عاد دابا بصح رجعت عليه مزيان. جيسي عرف بلي والت هو اللي سمم الدري الصغير، وهانك عرف بلي هايزنبرغ هو والتر وايت. واخيرا والت ضرب في العداله ولا كيخسر كلش، ولا مسؤول على الموت ديال خوف القانون. هانك خسر اي رابط مع عائلته مازال ولا شي علاقه اخرى، والاكثريه ديالو مع جيسي. خسر بزاف من فلوسه ولا غير جسم هارب من القانون. اي واحد كان كيعرفو ولا كيحتقرو دابا مخبي بعيد على الجناح ديال المجتمع في واحد الكوخ بارد ومجلي. اخر حركه يديرها والت هي الانتقام، فاش قتل كاع الرجال اللي كانوا حابسين جيسي وسرقوا فلوسه وقتلوا هانك. السيري كيسالي والت مفرش في الارض ديال المختبر كيتسنى الموت تدي روحو في البلاصه فاش بدا كلش. الظلام المظلم ديال والتر وايت كيولي دابا هو الحاجه الوحيده اللي طيحاتو على ركابه. كاع هاد الاحداث كامله تحت السميه هايزنبرغ هي اللي كتمثل هاد الانفجار ديال الروح والدمار اللي تسبب فيه الحياه الممله والرتيبه الماضي. هذه رياكسيون انفجار ديال بزاف د القمع من ديك الحياه اللي ما كانش واصله للتوقعات وما كانش عندها معنى. حتى قبل ما يجدو السرطان والت ديما كان مريض بكثرة ما تبع ديك الطريق العقلانيه، الشفقه، دور الضحيه، القاع المسطح. حتى فحص راسو عاد اكتشف بلي شحال هو مريض. البسيكو ديالو عاد ولا كيفرز اجسام مضاده. والتر وايت هو واحد المثال كبير على الشفاء الذاتي. كاع العنف، النفوذ، الفلوس، وشنو الرابط بين هادو؟ واحد الرفض ديال الذات ديالو ضعيفه، الحشوميه والكاركتير الخايفه، واللي دارت الدوره للبارتيه المظلمه فيه. ما يتحرر من داك الوجه العقيم، والطريقه الوحيده باش يتحرر هي يرجع لداكشي اللي ما استغلش، رجع الاسطوره هايزنبرغ ما كيرحمش، النفوذ طالع وقلب قاصح بحال الحجر. الناس الطبيعيه كتعطي احسن مثال على هذا الشيء. ملي كتولي حريه الفكر ديال الناس العاديه، بالتالي كتصيفطهم للوحوش اللي كيخافوا منها خطوه في كل مره.